بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم وحبيبي في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب. النهاردة هنعمل مع بعض صينية جلاش جميلة جدا وسهلة وبسيطة وموفرة، ومش هتكلفك أي شيء، ولا حشو ولا مكسرات ولا بشر ولا زبيب ولا أي حاجة. الطريقة سهلة جدا وبكل بساطة هتعمليها، ومقرمشة ومن بره وطرية ولذيذة جدا من جوه. هتجيبي لفة الجلاش اللي هتستعمليها، وهتجيبي الفرشة اللي بتدهني بيها المادة الدهنية، ونص كوباية زيت على سمن. طبعا لو عايزة تحطي نص كوباية سمنة دي حاجة معاكي، زيت بس دي حاجة معاكي، المادة الدهنية ديت ترجعلك انتي. سمنة فلاحي، سمنة نباتي، زي ما انت عايزة. طبعا انا هجيب اول ورقة في الجلاش وهفردها كويس عندي على الرخامة، وهدهنها بالمادة الدهنية، وهنزل على آخر الطرف بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، وهفرد الورقة التانية وهدهنهم هما الاتنين كده متوصلين ببعض بالطرف زي ما انتوا شايفين. وهبدأ أحط الورقة التانية فوق الأولانية من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ هوصل الورقة التانية من تحت، وابدأ اخلص ورقة من فوق ورقة من تحت وورقة من فوق وورقة من تحت، لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. وهدهن من فوق ومن تحت، وكل ده وانا حريصة اني اسرع وادهن الورق بتاعي بسرعة، عشان احنا عارفين كلنا ان الورق الجلاش بينشف بسرعة، ولو نشف مني طبعا الوصفة هتبوظ ومش هعرف اعمله رول زي ما احنا شفناه في اول الفيديو. وانا شغاله كده في اعمال الجلاش، اشغل البوتاجاز واسخنه، على بال ما انا اخلص دهان الجلاش، وان انا اعمله رولات صغيره في الصينيه، يكون الفرن عندي سخن عشان ما ياخدش وقت عندي في التسويه. انا كده قربت اخلص الكميه كلها اللي معايا. حبايبي اللي متابعينا ينزلوا يعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لهم كل جديد، وتعليقاتكم الجميله المحفزه اللي بتشجعنا ان احنا نعمل لكم كل جديد وكل جميل وكل سهل وبسيط ومش مكلف، عشان تقدر كل البيوت تعمله وكل الستات تقدر تنفذه. بالشكل ده كده انا خلصت لفة الجلاش كلها اللي معايا. هبدأ بقى اعمل شرايح طولية في الجلاش اللي معايا، بحيث ان انا احاول كده انها كلها تبقى متساوية زي ما احنا شايفين كده. هقص الكمية كلها اللي معايا بالطول زي ما احنا شايفين كده، كلها بقت تقريبا سوا واحد. وهمسك بقى شريط شريط الفه من غير ما اضغط قوي. خلي بالكوا ان انا ما بضغطش قوي عشان ما يبقاش مكتوم معايا، لا لازم اعمله مفرغ شوية عشان تقدر النار توصل، او الحرارة بتاعة البوتاجاز توصل للجزء الداخلي في جوه الرول. انا بلف اهوت شريط شريط كده بالراحة، ولو تلاحظوا انا مش بضغط خالص يا بنات. هتلاقوا رول الجلاش من جوه مفرغ عشان ما يبقاش مكتوم، يبقى مستوي وطري من جوه. الطريقة دي يا بنات سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة، مش هتكلفك حشو خالص، انك انتي ممكن تكلفي نفسك وانك انتي لازم يبقى عندك بشر او زبيب او سوداني او مكسرات. لا ده انتي ممكن تعمليه في اي وقت من غير ما يكون عندك اي نوع من اي حشوة. الرولة هنا يا بنات ممكن تصغريها، عايزة تخليها أقل من كده كمان، هتقسمي الشريط كل ده بالنص وهتلفيها على مرتين زي ما احنا شايفين كده. دخلناها بقى النار على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، وخرجناها زي ما احنا شايفين كده، وسقيناها بشربات بارد تقيل عليه فانيليا. بالمنظر ده كده الصينية شكلها تحفة ويفتح النفس، جميلة جدا. وصلناها للون الذهبي ده بعد تلت ساعة بالظبط وهي في الفرن. ما تخليش درجة الحرارة جامدة قوي ولا هادية قوي عشان تستوي مظبوط. شايفين مقرمشة جدا وطرية من جوه جدا وطعمها تحفة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واوعوا تنسوا الاشتراك واللايك. نورتوني، والسلام عليكم ورحمة الله.